السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض زي ما احنا شايفين كده العيش الفينو. هنعمل مع بعض العيش الفينو بطريقة اقتصادية ومش مكلفة خالص، يعني بمقادير كده نقدر في البيت ان احنا نعملها. كمان احنا عارفين ان العيش الفينو غالي، وكل حاجة غليت، فاحنا زي ما انا قلت لكم على قد ما نقدر الحاجة اللي نقدر نعملها تبقى على قد ايدينا ونوفر ونعملها في البيت نعملها. هنضمن ان احنا عاملينها مصدرها كويس وعارفين ان هي نظيفة. وكمان احنا برضو زي ما انا قلت لكم انا في قناتي هنا معايا برضو موضوع التوفير. هنعمل عيش الفينو بطريقة سهلة وبسيطة، وهنبدأ مع بعض ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة انا معايا ايه؟ معايا كيلو من الدقيق ده. انا اكيد انا اخلاه كويس علشان يبقى ايه فيه كده هشاشة في العجينة. ومعايا مية دافية للخميرة. ومعايا اللبن ده انا عاملاه من خض السمنة البلدي من القشطة. ومعايا ربع كوباية زيت. ومعايا بكوين الخميرة بتوعي. ومعايا هاخد من ازازة الخلة دي معلقتين. هعيد معاكم المقادير تاني وانا شغالة معاكم. عايزه اقول لكم حاجه، تقدروا تستبدلوا اللبن اللي انا عاملاه ده من خض القشطه، تستبدلوه بلبن بودر. تمام. انا اول حاجه بعملها في اي معجنات، بعمل الخميره بتاعتي الاول وبسيبها تختبر لغايه اما اشوف هعمل ايه. طبعا كلنا عارفين اختبار الخميره ازاي. ميه دافيه مش سخنه ومعلقه سكر، وهنزل بالخميره بتاعتي. انا هنا معايا على كيلو دقيق بكوين خميره. انا هعيد معاكم كل حاجه وانا شغاله معاكم. على كيلو الدقيق بكون خميره حطيت معلقه السكر على الميه الدافيه وقلبت، وهسيبها بقى ايه تختبر مع نفسها. تمام. لغايه لما انا اشوف خطواتي الباقيه ايه. تمام تمام كده. جبت بقى كيلو الدقيق اللي معايا اللي انا نخلاه كويس دوت زي ما احنا شايفين. بصوا انا همشي معاكم خطوه بخطوه، واعملي بنفس الطريقه عشان يطلع معاكي مظبوط. هنزل عليه بمعلقتين سكر، يبقى كيلو الدقيق عليه معلقتين سكر وبكوين خميره. تمام. وهنزل عليه برشه ملح. وبعدين الخميره بتاعتي كانت خلصت واختبرت معايا، نزلت عليها بيه. هبتدي بقى ان انا اعمل المكونات دي كلها مع بعض، اللي هو الدقيق مع معلقتين السكر ورشه الملح وايه وبكوين الخميره بتوعي اللي انا اختبرتهم. تمام تمام. بعد كده هعمل ايه يا جماعه؟ هنزل عليهم بمعلقتين الخل، معلقتين خل بس زي ما احنا شايفين. بعد ما اعمل كده برضو هبتدي ان انا اشرب. لازم كل حاجه تشربي المقادير بتاعتك كويس قوي في بعضها. تمام. كل حاجه بتنزلي بيها شربيها. خلاص. بعد كده هنزل باللبن اللي انا قلت لكم انا عاملاه من خض السمنه، انا بعمل بيه معجنات. تقدري تستبدلي اللبن ده بلبن عادي او تحطي معلقتين لبن بودر. تمام. وبرضو هشربه زي ما احنا شايفين اهو. هشرب اللبن للدقيق. خلاص. اخر حاجه انا بحطها ايه؟ بحط الزيت. تمام زي ما احنا شايفين. كل ده ايه؟ قبل ما انزل باي سوائل. زي ما احنا شايفين هنزل بكل مقاديري واحده واحده. بصوا ربع كوبايه الزيت معايا اهي. انا ما كنتش هنزل بيها كلها، بعدين قلت لا انا هحطها كلها عشان عامله المقدار مظبوط ان شاء الله. وايه وهبتدي بقى ان انا اشربهم مع بعض كده كويس جدا جدا قبل ما تنزلي باي سوائل. السوائل اللي هي ايه؟ الميه. زي ما احنا عارفين، عشان احنا عارفين ان كل الدقيق مش واحد. بصوا هشرب كده المقادير مع بعض. وبعد كده ايه هبتدي بعد ما شربت كل حاجه مع بعضها، هبتدي بقى ان انا اجيب ميه. عايز تعجني بميه دافيه اعجني، عايز تعجني بميه عاديه اعجني. انزلي بالميه واحده واحده. كل ما تعوزي ميه حطي. اوعي تنزلي مره واحده عشان ما تبوظيش العجينه بتاعتك. انا نزلت اهو بربع كوبايه الميه معاكم اهو زي ما احنا شايفين. وهبتدي بقى ان انا اشرب وبعدين هنزل تاني. انا عايزه اقول لكم كيلو الدقيق ده اخد معايا كوبايه ميه دافيه. تمام. ممكن معاكي ياخد اقل، ممكن معاكي ياخد اكتر، على حسب الدقيق اللي انت جايباه هياخد منك ميه قد ايه. كده كانت العجينه بتاعتي كل مكوناتها خلصت. هبدا بقى افضل اعجن فيها. خدت معايا كوبايه ميه. بصوا لما بقت معايا، بصوا شايفين العجينه عامله ازاي؟ بصوا نتفت البوله، نتفت معايا. طبعا العجينه مش يابسه قوي ومش طريه جدا قوي زي ما احنا شايفين. اعمليها بنفس المقدار. هسيبها بقى تختمر خالص، هغطي عليها وهبتدي بقى ان انا اسيبها تختمر براحتها وبعدين ابدا اشكلها معاكم. تمام. بصوا العجينه بتاعتي عامله ازاي. اوعي تشتغلي فيها قبل ما تشوفيها بالمنظر ده. انا بصوا ما خمرتهاش قوي قوي قوي. ليه؟ علشان انا هسيبها تاني تختمر في السجاد. تمام. بصوا هدهن طبعا الرخامه بتاعتي زيت قبل ما انزل العجينه عليها او قبل ما اقطع العجينه. وكمان ايدي تبقى مدهونه زيت.
بصوا العجينه كلها هوا ازاي، زي ما احنا شايفين. معنى كده ان هي الحمد لله الحمد لله اختمرت كويس. زي ما احنا شايفين، امشي خطوه بخطوه عشان العيش بتاعك يطلع مظبوط ما فيهوش اي عيوب. تمام. بصوا هديها بقى بوكسين كده على الرخامه، طبعا الرخامه دي مدهونه زيت وايديكي مدهونه زيت. تمام. تبتدي تقطعيها كور صغيره، ما تقطعهاش كبيره. ليه؟ علشان انت لو قطعتيها كبيره لما هيختمر هيبقى كبير جدا الرغيف، مش هيبقى شكله مش ظريف يعني. بصوا هي الكوره كده كويسه زي ما احنا شايفين. طبعا بصي بتدهني ايديكي زيت وتقطعي، والرخامه بتاعتك مدهونه زيت. اوعي تعملي قبل ما تدهني زيت. بصوا تقطعي طبعا نفس التقطيع اللي انا بقولك عليها دي. انا عايزه اقول لكم ان كيلو الدقيق ده عمل معايا 30 رغيف. بجد عايزه اقول لكم ان هو موفر جدا جدا جدا. بصوا انا كده هقطع بقيه الكميه، عمل معايا ما شاء الله الله اكبر. الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هسيبها برضو وهبتدي بقى ان انا اشتغل فيها واحده واحده. هدهن برضو رخامه زيت زي ما احنا شايفين. هبتدي اخد من اول واحده انا قطعتها، ما تاخديش بقى من اخر واحده، لا خدي اول واحده قطعتيها. هبتدي كده ان انا افردها كده مطول. تفرديها بالطول، ما تفرديهاش مدوره زي ما انتي زي التقطيعه بتاعتها، لا تفرديها بالطول. بصوا ما شاء الله عشان العجينه بتاعتي مرتاحه معايا ومختمره كويس، بتتفرد معايا بطريقه كويسه وبسهوله. تمام. بعد ما فردتها بطول كده، هبتدي بقى ان انا اخدها كده على الهوا، برم كده على الهوا على الرخامه. بصوا زي ما احنا شايفين، انا بوريكم الطريقه واحده واحده عشان تبقوا عارفين خطوه خطوه. تمام. وهبتدي بقى الحرف بتاعها ده، طبعا انا هقفله، قفليه كده ما تسيبهوش مفتوح، وقفليها من الجناب بحيث لما يجي يختمر في الصواني ما يفكش تاني. وبعدين اديها برمه صغيره كده على الرخامه. بصوا زي ما احنا شايفين، شفتوا منظره عامل ازاي. تمام. انا طبعا الصينيه بتاعتي مدهونه زيت ونزلت بيها في الصينيه بتاعتي. برضو هعمل معاكم واحده تانية اهو. هبتدي ان انا افردها بالطول زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بعد ما افردها بالطول زي ما قلت لكم، طبعا انت كل الخطوات دي ايديكي مدهونه زيت، افرديها بالطول. وبعدين هبتدي بقى ان انا ابرمها على الهوا. اوعي تتكي عليها وانت بتبرميها علشان ما يطلعش الرغيف مكتوم منك. بعد بصوا ما برمتها كده على الهوا، هبتدي ان انا اقفل الحرف بتاعها زي ما احنا شايفين كده. ليه؟ علشان ما يفكش زي ما انا قلت لكم. هقفله من الجنب ده تقفيله بسيطه كده، واخدها برمه صغيره برضو على الهوا على الرخامه. وهبتدي ان انا انزل بيه في الصينيه بتاعتي. طبعا انت لما تيجي ترصيهم في الصينيه ما تحطهمش، ما تلزقهمش جنب بعض، خلي ما بينهم فراغ. وكمان تكوني دهنه الصينيه بتاعتك زيت. انا هشكل بقيه الكميه بنفس الطريقه دي زي ما احنا شايفين. بصوا انا شكلتها كلها في الصواني اهو. طبعا زي ما انا قلت لكم خلي فيه فراغات كتير عشان خاطر لما يخمر ما يلزقش كله في بعضه. تمام. في الحاله دي طبعا بعد ما اعملش اي حاجه فيه غير لما يبقى مختمر معايا ويوصل معايا للمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. بعد ما يوصل معايا للمنظر ده، هجيب بقى اقل من ربع كوبايه لبن. تمام. وهجيب الفرشه بتاعتي وابتدي ان انا ادهن الوش على الهوا. ما تضغطيش عليه وانتي بتدهنيه عشان ما تطلعيش الهوا منه. تمام. تقدري تستبدلي برضو اللبن ده ببيض، بس بما اننا بنعمل توفير بلاش بيضه، يبقى هنحطه اقل من ربع كوبايه اللبن. تقدري تحطي سمسم، بس برضو بما اننا بنوفر مش عايزه تحطي سمسم، ما تربطيش نفسك، ما توقفيش نفسك على حاجه. الموجود عندك في بيتك اعملي بيه. تمام. انا طبعا بصوا هدهن كل الوش اهو، وكله هيطلع بنفس النتيجه وانتوا هتشوفوه. هدهن كل الوش بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا باللبن كده زي ما احنا شايفين، دهنته كله بالفرشه بتاعتي. طبعا انا مسخنه الفرن بتاعي، وهبتدي بقى ان انا ادخله في الفرن بتاعي. ايه وابتدي بقى ان انا يعني اخد بالي منه. لو انت فرنك كويس هيطلع بقى معاكي زي ما انتوا شايفين كده. لو انت شايفاه ان الفرن بتاعك يعني مش قوي، اديله من تحت وش، اديله من تحت يعني شوفيه من تحت اديله وش، وبعدين افتحي له الشوايه. تمام. بصوا زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين طالع معايا عامل ازاي، مظبوط جدا. عايزه اقول لكم هاش وطري كده، واحسن ما تشتريه من بره. كمان كيلو دقيق عمل لي كميه كويسه، عمل لي 30 رغيف زي ما انا قلت لكم. يعني كده طريقه موفره، نقدر ان احنا نوفر في البيت ونعمله في البيت، ولا حطينا له بيض ولا حطينا له اي حاجه مكلفه. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومه صغيره. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.